جو فوا با انا تكوني بالحجاب ولا بواسمو تروحي للبحر. البحر مداير للمتبرجات شئتم ام ابيتم. حللتوا على روحكم هذاك البركيني وقعيتك ملصق يبان كتر. انتو كلمة الحق ما تحبوهاش. البحر وهذاك الشيء ماشي مخدوم لكم. مازالكم تموتوا على متاعات الدنيا. متاعات الدنيا مازالكم تموتوا عليها. متاعات الدنيا مازالكم تموتوا عليها. ميرسي خو. ما كاش الحبسه ولا كاو. قلت لك متوعات الدنيا مازالكم تحبوها. البحر ماشي ليكم اختي. هربتونا من البحور. كاع البحر ماشي ديالكم، البحر ديالنا. حنا المتبرجات البحر لينا. نتوما مازالكم بوزي الناظر والمنظور. عند ربي الناظر والمنظور. تلقاي خوانجي قاعد يعوم فيها هكذا ويا هي الجلباب تاعها طالع هابط في الماء وهي تشاده فيه مسكينه وهو عيني هاك شافت عينيها. أحد المتبرجات تعلق على المتحجبات. هذه المتبرجة كانت تهدر وزوجها قدامها، الذكر قدام ماشي الراجل لا يأذن بذلك أبدا، معاذ الله أن يكون هذا. قالت البحر لنا، البحر للمتبرجات وليس لكن أيتها المتحجبات. البحر هذا احنا تعرينا فيه، خاص ربي خلقوا لينا وصح تعرى وراحوا للبحر. ومشاهد على المباشر، عري فاضح، وتخاف غير سخط الله ولا عذاب الله ولا حاجة من الله عز وجل. فالبحر لمن؟ لنا المتبرجات، أنتن المتحجبات، هذا ليس لكم صح. المرأة الحيية الأصلة بنت الأصل تروح تكشف عورتها كامل في البحر؟ تفعله؟ أعوذ بالله. ولذا السيدة عائشة لما هدر النبي على الزنا قالت خلعت في الجاهلية، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ شوف اللحم نتاعي تطربق. قالت يا رسول الله والحرة تزني؟ الحرة هذيك الأصيلة هذيك شموا الأنوف من الطراز الأول. قالت له أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة تكشف عن مفاتنها وتذهب بلباس البحر في البحر لتسبح يراها الرجال عارية. هذا مؤثرين، أنتم متخلفون، أنتم تاع جامع قعدوا تصلي وقعدوا تسبحوا. هادو التقدم، هذا الرقي، هذا الازدهار. هؤلاء يواكبون الحضارة والعصر. أي النتيجة بين يديك. على بالك في آخر الزمان تختلط المفاهيم، تولي رأس على عقب. ونولي بك القرآن كي جاء موسى بدعوته عليه السلام. فرعون لبس على قومه وقلب لهم المفاهيم والموازين. الأمور الراجحة دارها لهم مرجوحة، بالعامية تاعنا تلف لهم الرابعة. وش قال فرعون؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. لازم ما نقول لكم صح، يعني خليك برك معايا. فرعون يقول على موسى، هذا الطاغي الكافر يقول على نبي الله الكريم المنزل عليه التوراة، قال له راني خايف موسى، أني خايف من موسى هذا وش يدير؟ يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد. موسى يعني معنى الكلام معناه فرعون مصلح داعية للخير، وموسى حاشا لله، وموسى عليه السلام مفسد داعية للشر. الله أكبر. هكذا ذوك الدنيا راهي. فرعون يقول لموسى، يقول فرعون القوم هذا بالدعوة تاع التوحيد والإسلام والتوراة والدين والشرع، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. صاحب أهل الخير وخير المجالس وخير الأصحاب
وانتقي من الخلق قدوة صالحة. فالمرء في الحديث المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الحديث قال ولو كنت متخذا في الناس خليلا لكان أبا بكر. من تخالل؟ من تصاحب؟ بمن تقتدي؟ من أسوتك؟ من؟ أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. احذروا من المفسدين، من دعاة الشر، من أصحاب الرذيلة، من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. احذروا من دعوتهم، الذين يقال عنهم الآن أو يعرفون بالمؤثرين، الذين لا علاقة لهم لا بكتاب ولا بسنة ولا بقرآن ولا بإسلام ولا بإيمان، إنما يدعون أبناءنا ويدعون بناتنا إلى الانحلال والتسيب، إلى الفساد، إلى الزيغ والضلال. وهناك من يشهر دعوتهم وينفق عليهم الأموال حربا على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فاللهم إنا نسألك الرفقة الصالحة والقدوة الحسنة من المسلمين يا رب العالمين، ووفقنا ربنا لما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.